السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات، ورجعت لكم من تاني في فيديو جديد. معاكم النهاردة فاطمة من قناة فاطمة فدوى فيروز، ويلا بينا نشوف فيديو النهاردة بيتكلم عن ايه. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بابا؟ ازيك يا ماما؟ انا جاي تعبان قوي من الكلية ومرهق جدا وجعان قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا كمان يا ماما جايه تعبانه جدا ومهدوده وهموت من الجوع يا ست الكل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب يا ولاد، خشوا خدوا شاور عقبال ما احضر السفره وتعالوا نتغدى سوا. حاضر يا مامتي، حاضر يا ماما. عاملين ايه يا ولاد في مذاكرتكم وفي الكليه؟ الحمد لله بخير يا بابا. وانا كمان يا بابا الحمد لله بخير والدنيا فل معايا. تعرف يا بابا، انا بقيت زعلان جدا. علامات الساعه الصغرى معظمها ظهروا، وحاسس ان يوم القيامة قرب قوي قوي. هو فعلا يا ابني، بس ايه اللي خلاك تقول كده دلوقتي بالذات؟ لان دلوقتي انتشر القتل، ولا القاتل عارف اتقتل ليه، ولا المقتول عارف اتقتل في ايه. وانا سمعت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. رواه مسلم. بس يا بابا ده اللي سمعته ومخوفني جدا. ربنا يعدي الأيام دي على خير ويقبض روحنا على الشهادة ويتوفانا مسلمين بإذن الله. فعلا يا ابني، بس مش دي بس علامات الساعة. وانت عارف امتى المهدي هيظهر وامتى هتظهر الساعة؟ تعال اما احكي لك الخطوات بالترتيب. اول حاجة يا ابني، المهدي هو راجل يأتي في آخر الزمان، يعني هيجي في آخر الزمان عند فرقة شديدة من المسلمين. يعني هيحصل تفرقة وضعف للمسلمين. يبقى فرقة شديدة من المسلمين وضعف شديد من المسلمين. واخد بالك معايا؟ فهتجتمع كلمة الناس عليه. اسمه ايه؟ اسمه محمد، واسم ابوه عبد الله، من نسل سيدنا الحسين. يولد في المدينة، عالم من علماء المسلمين. ربنا يجمع قلوب العباد عليه ويصلح الله شأنه في يوم وليلة. أول ما المسلمين يبايعوه في موسم الحج بين الركن والمقام، يعرفوا الأعداء إن المسلمين اجتمعوا على الإسلام. يعملوا جيش يأتي من قبل الشام يغزو الكعبة لهدمها، فربنا يخسف بالجيش ده بأوله وآخره. فأول ما ربنا يخسف بالجيش الكل يخاف فيسيبوه فيعلو شأنه. فهمت؟ أيوة يا بابا، كمل. ولما يظهر المهدي ده هيعلن عن نفسه. احنا مش منتظرينه، لما ينزل هنؤيده، لكن احنا مشغولين فيما أقامنا الله فيه يا ابني. ماشي؟ محدش بينتظر حاجة، لأن قد يكون عمري وعمرك انتهى قبل ما يظهر المهدي. فهنقعد كده منتظرينه يعني، ولا هنعمل ايه؟ ما ينفعش نستناه. يبقى المهدي المنتظر ده عند الشيعة ان هم يستنوه. اما عند المسلمين اهل السنة والجماعة المهدي معلوم، ولكن لا ننتظره. عندما يظهر وحين يظهر يعلن عن نفسه، ولا ينفع ندور عليه كمان ونقول ما شفتش رؤية كده اتولد ولا ما اتولدش، طب هو موجود ولا مش موجود. الكلام ده ولا حتى التدوير عليه والبحث عليه مش مطلوب. ليه مش مطلوب؟ عارف ليه مش مطلوب؟ لأنه لما يظهر هيعلن عن نفسه في جميع وسائل الإعلام، في الجزيرة مباشر وغير مباشر، وفي القناة المصرية الفضائية، وفي كل القنوات هيعلن عن نفسه. لأن ده قائد عام هيعرفه كل العالم، وهيبتدي أهل الكتاب يجتمعوا عليه. الروم هيعملوا حرب شديدة ضده ويخرج معاه جيش. هيبقى الجيش ده متقسم ل3 تلات. ركز معايا. التلت الأول هينسحب وهيهرب، والتلت التاني هيستشهد، والتلت التالت هينتصر، وهيقعد يحكم 8 سنين. آخر سنوات حكمه هيظهر الدجال. هيظهر بقى لما يلاقيه انتصارات ورا انتصارات وهو بيحاربه من الباطن أصلا. يخرج الدجال بقى ويعلن عن نفسه. فأول ما يخرج الدجال ويعلن عن نفسه، هيقعد الدجال 40 يوم بيعلن عن نفسه. أول يوم كسنة. يعني إيه كسنة؟ يعني يقطع مسافات ما يقطعه البعير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة، هو هيقطعها في يوم عشان يعلن عن نفسه. ومش هيسيب مدينة إلا ويدخلها، إلا مكة والمدينة. وتاني يوم كشهر، يعني يقطع ما يقطعه البعير في شهر. وتالت يوم كأسبوع،
يعني يقطع ما يقطعه البعير في أسبوع، هو هيقطعه في يوم واحد بس. بعد كده استقر أمره بقى وانتشرت فتنته، بقيت الأيام كلها كأيامكم هذه. يبقى في أي مكان ويعلن عن نفسه وهو قاعد في مكانه، ويبطل الرحلات بتاعته بقى. هيقعد 40 يوم، اليوم ال40 في صلاة الفجر، وسيدنا المهدي بيصلي بالناس في المسجد الأموي هناك في الشام في دمشق. ينزل سيدنا عيسى بن مريم وهم بيصلوا الفجر، يصلي مأموم بالمهدي. المهدي يسلم ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلاقي سيدنا عيسى وراه، فيسلموا الراية ويبقى جندي من جنوده. يقوم سيدنا عيسى ينطلق على باب لد، يلقى الدجال هناك فيقتله، وتبدأ الحرب ضد اليهود، فيقتل كل اليهود بقيادة سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، حتى ينتهي من اليهود تماما، فلا يبقى يهودي على وجه الأرض. ولما ينزل سيدنا عيسى، اللي هم بيؤمنوا بسيدنا عيسى هيشوفوا سيدنا عيسى نزل مع المسلمين هيسلموا، فمش هيبقى فيه مسيحيين، هيبقى يا مسلم يا كافر، واليهود انتهت. لما تنتهي الحرب مع اليهود هيكون في انهاك شديد للمسلمين. يوم ايه بقى؟ يأجوج ومأجوج يقول لك دي فرصة وجيوش المسلمين منهكة، اخرجوا بقى اجتاحوا بلادهم. فيخرجوا يأجوج ومأجوج في آخر مدة قاتل فيها اليهود سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام. سيدنا عيسى قال لنا ما تواجهوهمش، اطلعوا الجبال تحصنوا، ربنا هيكفيكم إياهم. يقوموا يأجوج ومأجوج يخشوا لحد بحيرة طبرية، يشربوها عن آخرها أعداد كبيرة يا عمي، ويشربوها عن آخرها أعداد كبيرة يا ابني، ويعثوا في الأرض فسادا. والمسلمين فين؟ المسلمين متحصنين في الجبال فوق في أماكن بعيدة مش هيواجهوهم، لحد ما ربنا يبعت ليهم إيه؟ ربنا هيبعت لهم وباء شديد مثل النغف. النبي صلى الله عليه وسلم سماه النغف، يموتهم كلهم في الأرض، فالأرض تنتم بريحة أجسادهم، ولا قبل للناس بدفن هذه الأعداد المهيلة الملايين من الجثث. يقوم ربنا يبعت طيور من السماء تاخد هذه الجثث وتلقيها حيث شاء الله، ثم تمطر السماء 40 يوما فتتطهر الأرض من الرائحة. فهمت ازاي؟ ثم تخرج بركات الأرض بقى، لدرجة ايه؟ لدرجة ان الرمان ياكل منها قبيلة من كثرة البركة، قطف العنب ياكل منه قبيلة من كثرة البركة، وتخرج الخيرات وتنتشر الأمانة بين الناس، فيغتني الناس جميعا، لأن بقى محدش ياكل حق غيره، لدرجة ان اللي عنده مال بيخرج بيه من الصبح لحد بالليل يدور على فقير يستحقه مش لاقي، وكل ما يلاقي واحد يديله يقوله لا، لو جيت لي من سنة كنت قبلت، انت جاي لي بعد ما اغتنيت مش عايز. لدرجة ان الانسان الغني مش عارف يودي زكاة ماله فين، لا يوجد مستحق، والخير ينتشر بقى وتخرج الارض ببركاتها ببركة سيدنا عيسى. ما هو سيدنا يحيى مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة، ده سيدنا يحيى، فما بالك بقى بسيدنا عيسى. وسيدنا عيسى بعد كده يدور انه يتأهل، عايز يتجوز، ما هو ما اتجوزش، نجوزه من مصر واحدة من البهنسة يتزوجها ويعيش 40 سنة، هينزل عنده 33 يعيش 40 سنة، وعند سن 73 يموت. لما يموت سيدنا عيسى نصلي عليه وندفنه جنب النبي في المقصورة الشريفة، في مكان معد له ومخصص له. واخد بالك معايا يا ابني؟ ايوه معاك يا بابا. فهمت يا سيدي؟ فهمت يا سيدي الحكاية؟ طب وبعد كده؟ طب وبعد ما يموت سيدنا عيسى هنعمل ايه؟ هنعيش بعد كده عادي، لان مفيش حروب. اللي كان بينشئ الحروب بين الناس مين؟ اليهود. فلما بقى ما بقاش في يهود ما بقاش في حروب، فيصبح التجار يعيشوا يتاجروا، يعني الكفار يتاجروا مع المسلمين بقى، ويبقى في سلام، يعيشوا فترة طويلة على هذا الحال، الناس بتتاجر وبتتعلم وبتتعالج والحياة ماشية، والكافر كافر والمسلم مسلم، واللي يحب يسلم من الكفار الباب مفتوح، لحد ما يوم من الأيام بعد ما يصلوا الفجر مستنيين الشمس تطلع من مشرقها يلاقوها طلعت من مغربها، علامة انغلاق التوبة. يعني ايه؟ يعني محدش هيتقبل انه يدخل الاسلام تاني، مش هينفع خلاص، يجي يقول الشهادة لا يقبل منه الشهادة. اليوم اللي هتطلع فيه الشمس من مغربها ده اليوم ده بس، عشان دي علامة، بقية الايام هتطلع بعد كده من مشرقها عادي، اليوم ده بس عشان ده بس علامة انغلاق التوبة. ضحى اليوم ده بقى هتخرج حاجة اسمها الدابة. الدابة دي كائن حي كده بيتكلم، وشعرها في ظهرها ووشها
وكلها عبارة عن كتلة شعر كده متحركة، ومعاها خاتم سيدنا سليمان في ايد وعصا سيدنا موسى في ايد، وتمشي تعلم على الناس. تيجي عند المؤمن وتروح مسحاه بخاتم سيدنا سليمان، تترك علامة انه مؤمن خلاص، يبقى ده هيموت على الايمان. وتيجي عند الكافر وتروح ضرباه بعصا سيدنا موسى، تترك علامة في جبهته انه كافر، خلاص علمت الناس وختمت الناس، تختفي الدابة. ويعيشوا الناس برضو سنوات طويلة، يتعاملوا حتى ان المسلم يقول للكافر يا كافر، والكافر يقول للمسلم يا مسلم، ويعيشوا مع بعض بلا حروب. كل واحد يشوف مصلحته، اللي عنده أرض بيزرعها، واللي عنده مصنع شغال، واللي عنده تجارة بيتاجر، واللي عنده جامعة بيتعلم. الحياة ماشية والطيران شغال وماشي وكله شغال عادي، لحد ما يجي يوم فجأة ربنا يبعت ريح خفيفة تقبض روح كل مؤمن، فلا يبقى على الأرض إلا الكفار، لأن القيامة مش هتقوم إلا على الكفار بس. لا تقام الساعة ويقال الله الله ولسه فيه مؤمنين، فهتيجي الريح الخفيفة دي تقبض روح كل المؤمنين. ويجوا الجماعة الكفار دول يفتحوا الكتاب، يلاقوا المصحف بقى أبيض، حتى إن كلام الله اترفع من المصاحف. يجي واحد حبشي من عند سد النهضة، النبي سماه ذي السويقتين، يعني كمان النبي وصفه لنا. ذي السويقتين ده هو واحد عنده تقوس في رجليه، يعني واحد رفيع كده وعنده تقوس في رجليه. يقول احنا نهد الكعبة وناخد الكنز اللي في الكعبة. ما هي الكعبة ما بقاش فيها مسلمين، ما بقاش في حد يدافع عنها، ومعلوم ان الكعبة جواها كنز، يعني دهب كتير، اسمه كنز الكعبة. باب الكعبة ده نفسه كله دهب، فيقول نهدم الكعبة عشان ناخد كنز الكعبة. فيجي ذي السويقتين الحبشي ده يخلع الكعبة جدار جدار وحجر حجر حتى يستولي على الكنوز، وربنا مش هيدافع عن الكعبة ساعتها خلاص، لأنه مش محتاج يدافع عنها، مفيش مسلمين. وبعد كده يعيشوا الكفار فترة من الزمن يتهاربون تهارب الحمر. يعني ايه يا بابا يتهاربون تهارب الحمر؟ يعني زي الحيوانات كده ما بتأتي نسائها في الشوارع، هم كمان هيبقوا كده، لحد ما تيجي نار تخرج من قعر عدن اللي هي في اليمن. تخرج نار شديدة، دي بداية حشر الناس إلى المحشر، ويبتدي الزلازل تزيد، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وتقوم ساعتها الساعة. بس يا ابني هي دي علامات الساعة، وهو ده اللي هيحصل بالترتيب، هو ده اللي هيحصل في آخر الزمان. ربنا يحفظني وإياكم، وألقاكم في الفردوس الأعلى بإذن الله تعالى على خير. آمين، اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبس كده يا جماعة، ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تحطوا لنا اللايك والشير والسبسكرايب. كانت معاكم فاطمة من قناة فاطمة فدوى فيروز، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله وحفظه. دمتم آمنين، ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في الفيديو القادم.